كل سنة وانت طيبة يا أم وفاء. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. تسلم الأيادي. تسلم. أم وفاء هي بتجهز تجهيزات رمضان، المحشي. أول يوم تجهيزات رمضان. رمضان إيه؟ ده فطار. إحنا أيام تجهيزات رمضان عملتها في ساعة زمن. بتقور اللي هي الكوسة أهو. لسه عاملة لنا بتنجان. إيه؟ كوسة وبتنجان وتاني كرنب. وكرنب. وإحنا قاعدين أهو لسه جايبين الزبادي عشان الصحة. وسيلة تعبانة، سيلة اتلفت في الشال بتاعه، والله تعبانة جدا. ربنا رب الشفاء دعواتكم ليها. واخدة دور برد شديد، قاعدين والله قدام الشاشة. فقلنا كده ايه يعني، أم وفاء متألقة كده تحضر لكم ايه تجهيز أول الفطار بتاع رمضان المحشي، اللي هو يعني ايه يعتبر الشعب المصري كله. الشعب المصري يمكن أول العربي. يوم محشي. المحشي والبط والكلام ده يعني شيء اكيد في كل بيت. ماشي. احنا قاعدين جبنا الزبادي وقلنا ايه نضرب الزبادي. انا عامه ما بصحرش، اللي ما بصحرش زي قلنا ما بصحرش. أنا ما بصحرش. ايه أنا ما بصحرش. والله ده كلامك. أيوة والله. بجد. أي والله. ف لا انا بصوا شفتها في الساعه كام دلوقتي؟ الساعة 2 باكل لب ابيض. والله باكل لب ابيض اهو، مش عارف ده هيخليني اعطش شكل كده في ما انت ما تكترش الصبح. منه برضه. الساعه 11. 11. الساعه 11 بالليل يعني. كل سنة بس وانتم الكوسه دي مش طيبين. كبيره موافقه على المحشي. ما احنا بنحبها كبيرة كده. حلو. عملاقه. خلينا بتنجان كده. حلو ده. هتقوري ايه منه ايه؟ تعملي على كمية قدنا كده. ها؟ على والكرنب قدنا. فين؟ جوه. بيتسلق؟ لا انا سلقته وقطعته يعني ايه. خلصته جهزته. هتعملي تخديعة المحشي دلوقتي ولا سيبها الصبح؟ الصبح ان شاء الله. اما كنت تعمليها عشان خاطر تعرفي تظبطي الطعم وكده، شو عايزة ملح عايزة كمون. ما انا بعرف اظبط الطعم. والله وانت صايمة؟ سبحان الله. طب انت ما بتدوق الاكل مش بتلاقيه مظبوط؟ والله سبحان الله بيكون مظبوط ده بأمانة. بيبقى مظبوط احسن من الايام العاديه اللي احنا بنبقى ايه فيه. طب ناوية تعملي ايه تاني مع المحشي ولا خلاها مفاجأة ولا ايه؟ فجأة. ها؟ خلاها في وقتها بقى. ما انت قلت كل حاجه يعني فين. ماشي، ما هو البحث والبط. ولسان عصفور. شوربه لسان عصفور. انت كده ايه؟ حرقت المفاجاه كلها. سمبوسه. يا وفاء تيجي كده تسلمي على الناس يا وفاء كده وتقول لهم وحشنا واشتركوا في القناة كده كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ورمضان كريم مفيش الكلام ده خالص. كل سنه وانتم طيبين. وفاء بس عشان مش لابسة الطرحة، هي واقفة مكسوفة كده، وأسيل فاسطة خالص والله العظيم. أسيل تعبانه والله. أسيل ضيع نهائي، ضيع أقسم بالله. مالك يا أسيل؟ تعبانة. تعبانة. مش لازم تروحي المدرسة بكرة. ما تروحيش بكرة المدرسة. ما ينفعش. عليها تقييمات، ما ينفعش تقعي من المدرسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير. هي أسيل كده دايما إيه؟ لا أزمات كده دايما في بداية الدراسة. لازم كل سنة كده. لما على دخلة رمضان وهي تعبت يعني. الجو برضو مش مظبوط، مرة حامي ومرة ساقع، مش مظبوط الجو. في الليل بيبقى ساقع وفي النهار بيبقى حامي. انتوا ايه عايزينكم تظبطوا كده توقيتاتكم مع موافق عشان خاطر الايه في رمضان هتعملوا لكم وصفات حاجات كده. الناس بتحتار هنعمل ايه النهارده، والله هناكل النهارده، هنعمل اكل اقتصادي ولا ايه. فكل التفاصيل دي نحاول ايه نشارككم ان شاء الله بيها يومنا ان شاء الله. وان شاء الله يكون يعني ايه على قدر الامكان احنا نحاول نعمل لحضراتكم فيديوهات كده حلوه تناسب كل الناس ان شاء الله.
كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. احنا بس نشارككم اللحظة. ما تاكل الزبادي سيب افتحها كده بقى وكل الزبادي كده. احنا برضو ما نكترش في الاكل عشان ايه ممكن ما ناكلش اكل كتير يعني فاهم. على ايه؟ على الفطار. احنا مش عايزين اكل يتبقى. لا ما هو على قد عشان يعني ايه مش ببقى حاجه وتترمي يعني. اه بس الجو ساقع ممكن نستركل يعني عادي، يعني مش هيبقى فيه ميه كتير برضو على ايه؟ على الاكل. غير الصيف يعني احنا ما بناكلش في الصيف. يا مسهل الحال. والله اجواء حلوه. تكترش في الكوسة برضه. لا ما هو كل واحد 2. كل واحد 2. مع البتنجان والكرنب. طب تمام. متنسوش يا جماعة اشتراك في القناة، وحاولوا بقى ايه تشجعونا واللايك الجميل بتاعه. ضافوا معانا كده في اللي جاي ان شاء الله. اللي جاي هيعجبكم باذن الله. احنا لما بنلاقي تشجيع ومشاهدة هنعمل اكتر واكتر، هنتحمس يعني ونعمل. صح يا سيف؟ صح ان شاء الله نعمل حضراتكم كده في حاجات كده. في حاجات كتير والله، بس المشكلة وحاجات المشاهدات مش قد كده، فالناس يعني ايه. لا وفي فيديو انا مصوره يعني ممكن انزله لحضراتكم في الايام اللي جايه. المشروع بتاعك اللي كنت بتقول عليه كنت عامل كده ان شاء الله. مربي فراخ، والفراخ ديت اول مره اخد التجربه دي ان شاء الله. بفضل ربنا الحمد لله، يعني ربنا كرمنا فيه. اول مره نجربها بس. احنا ما جربناش في عدد، ولكن الحمد لله خير يعني. ان شاء الله يعني. فننزل لكم بقى ايه ازاي وعملنا ايه ووصلنا الخطوه ازاي وطلعنا بايه وحقيقي، والفراخ ديت هنستفاد بها ان شاء الله في رمضان في حاجه حلوه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. اللي اكل منها ربنا يا رب الف هنا والف شفا. احنا طبعا لما لسه عملنا قلنا نراضي بس الحبايب، احنا لسه ما اكلناش منها، ولكن اللي اكل منها بشكر فيها جدا. لان احنا كنا نحافظ على النظافه، على نوع العلف، على حاجات كتير جدا. ان شاء الله ينزل لكم فيديو بكل التفاصيل ده ومتصور. بس لو في حد مهتم بالموضوع ده ان شاء الله اكتبوا لنا كده عشان نعرف انتم مهتمين ولا لا. تمام؟ يلا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. انتظرونا بقى بكره كل يوم هتشوفوا كده فيديو ان شاء الله. ان شاء الله، وفيديوهاتنا تعجبكم وان شاء الله نوصل لليفل حلو جدا 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 بيكم يا احلى اخوات. يلا اشوفكم على خير. مع السلامه. مع السلامه. الف من السلام عليك يا سلسول. اسيل محمود منفه نفسها في بطانيه، ربنا يشفع فيها. يا رب.